كانت العلاقات الجزائرية الفرنسية محور دراسة لمركز سترافور الأمريكي المختص في الدراسات الأمنية والاستخباراتية. وحسب تحليل المركز الأمريكي، فإنه من غير المرجح أن تؤدي المراجعة الفرنسية المحتملة لاتفاقية الهجرة لعام 1968 مع الجزائر وإلى الضغط على الحكومة الجزائرية لاستئناف التعاون بشأن عمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين، خاصة وأن باريس من غير المرجح أن تعلق أو تلغي الاتفاقية فعليا. وأكد التحليل على أنه بدلا من ذلك، من المرجح أن تؤدي المراجعة جنبا إلى جنب مع التدابير الفرنسية الأخرى التي تهدف إلى الضغط على الجزائر إلى تفاقم التوترات بين البلدين، مما يؤدي إلى عقوبات محتملة وتقييد التجارة وتوقف مفاوضات الطاقة. وبحسب التحليل من المرجح أن تتخذ فرنسا خطوات إضافية للضغط على الجزائر لاستئناف التعاون في عمليات الترحيل، مثل فرض عقوبات مالية على الخطوط الجوية الجزائرية، وفرض قيود على تأشيرات الدخول على العسكريين والسياسيين الجزائريين المؤثرين، وتعزيز ضوابط الروابط البحرية، واستدعاء القناصل العامين الجزائريين. ومن جانبها، قد تفكر الجزائر حسب التحليل في فرض قيود تجارية على فرنسا والتهديد بتقييد صادرات النفط والغاز الرئيسية، وإن ذلك يبدو غير مرجح. وقد تزيد جهودها لتنويع شركاء النفط والغاز الدوليين بعيدا عن فرنسا، وقد تحد من الواردات من فرنسا بشكل رسمي أو غير رسمي، وقد تبطئ الصفقات التجارية الكبرى مع شركات فرنسية.